المصريين لما بيسمعوا كلمة الحلو عندهم قلشتين. الحلو بعد الكشري الحلو اكلوا الاسد يعني انا عمري ما عملتها دي خالص، لا على دي ولا على دي. حلو بعد الكشري بالنسبه لي حاجه سخيفه جدا. التانية ما كنتش فاهمها، حلو اكلوا الاسد، وبعدين عرفت القصه وسنه بعد سنه بقيت اكتشف فيها جوانب جديده، فاسال واندهش ازاي حادث مأساوي زي ده من كل جوانبه يتحول لماده لقلشه او افيه او سخرية. فخليني أقول لحضرتك اللي أعرفه عن ذلك الحادث اللي جرى 10 أكتوبر 72، ولكن فلاش باك قديم 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 من أول الدولة الرومانية. وفي واحدة من عجائب البشر، الجنس البشري ده غريب جدا، ما تفهموش. كان الدولة الرومانية والإمبراطور نفسه بيعملوا عروض للغريب من البشر، يعني الأقزام، المؤرجين، إلخ، لكن كمان كان في حاجات خطرة زي الراجل اللي بينشن على التفاحة فوق راس واحدة ست، لو سنتي السكينة جت تحت شوية ما صابتش التفاحة هتصيب الست وتموت. وأشياء كتيرة خطيرة من ضمنها ترويض الدببة الأسود والصراع معاهم كمان. حاجات غريبة ومش فاهم ازاي دي تتحول إلى مادة ترفيهية وعروض يجي الناس من كل حد المصاب يتابعوها. لكن ده اللي حصل واستمر عبر العصور، لكن من غير شكل تنظيمي، من غير شكل مؤسسي، لحد القرن ال18. والقرن ال18 1700 وشويه، نص تاني يعني، والقرن ال19 على المدى القرن ونص دول حصل انه تقريبا كل حاجة في حياتنا خدت الشكل المؤسسي، من أول الدولة نفسها لحد أي نشاط، حتى الكورة، التمثيل، الإبداع اللي بياخد الشكل المؤسسي المنتظم. فبالتالي الظاهرة دي أو العروض دي بدأت تاخد شكل نظامي وتسمى إيه؟ بالظبط السيرك. والسيرك ده كان عبارة عن فرق، يعني تقدر تقول زي الفرق المسرحية، عائلة مثلا أو إلى آخره، تنظم هذا النوع من العروض المختلفة وتطورها بما يتناسب مع إنه عروض ترفيهية، واللي ماشي على الحبل واللي ماشي على السير واللي بيمشي على العجلة اللي أنت بتشوفها دي، وكل الحاجات اللي هي معتادة في السيرك. مصر عرفت هذا الكلام برضو زي ما عرفت معظم الحاجات في أواخر القرن 19 بدايات القرن العشرين، يعني كان 1890 1900 في أولها، فلحد ما جينا في العشرينات وبقى عندنا سيركين نظاميين بيمثلوا حاجة مهمة جدا عند الجماهير، بالذات في الموالد، بالذات في مولد السيد البدوي في طنطا. كان عندنا سيرك الحلو وسيرك عاكف. سيرك عاكف ده اللي منه الفنانة نعيمة عاكف، بينما هم كلهم كانوا ناس في السيرك، ومنهم برضو الهبلة الحمارة أم بدوي الممثلة اللي اسمها سميحة توفيق، اللي ظهرت في أبا الحاكم يا سيدة قريش، يعني دي عيلة فنية، يعني طلع منهم أفراد فنيين، ولكن العيلة على بعضها عيلة عاكف دي كان عندها سيرك عاكف. وعيلة الحلو اللي منها في 15 مثلا محمد الحلو ومحسن الحلو ولوبا الحلو وكله، وحتى المطرب محمد الحلو هو من هذه العائلة. وعائلة الحلو منذ العشرينات من ساعة ما بدأ السيرك يبقى حاجة منتظمة كانت متخصصة في ترويض الأسود. وفي الواقع هو ما كانش ترويض بمعنى انه في مكان العرض بس او في، لا، ده الأسود عايشة معاهم في البيت. انا كنت شفت في برامج زمان واحنا صغيرين، يعني كنت شفت بيتهم يعني لو انت مربي قطة، هو بالنسبة له تربية الأسود كده. حتى محمد الحلو نفسه اللي انا هحكي لك عنه لما اتجوز لعيبة الجمباز اسمها كاميليا، هي اتفاجئت لانه كانت فاهمة انه الأسود والحاجات دي في السيرك، لكن لا، يعني حتى في البيت تحت الكنبة، تحت السرير، فوق السرير، يعني اي حاجة بتلاقي أسود ونمور في كل مكان، او يعني أسود على الأقل. العيلتين دول الحلو وعاكف كانوا بيقدموا سيرك، وكان سيرك متكامل والدنيا ماشية زي الحلاوة وزي المعتاد، لحد ما جت دولة 23 يوليو
وجاء الرئيس جمال عبد الناصر. ويعني الرئيس جمال عبد الناصر كان في زيارة خمسينات أوائل الستينات للاتحاد السوفيتي، ويعني كما جرت العادة كانوا هم بيعملوا له بروجرام يشوف حاجات معالم يعني من معالم سوفيتية في الدولة. فهو يعني برضو كما جرت العادة كان أول ما يشوف حاجة ينبهر، وبعدين باصص للي جنبه يقول له احنا ليه ما عندناش حاجة زي كده؟ اي حاجه. وكان من ضمن هذه الحاجات اللي فرجوه عليها وانبهر بها وتساءل هذا السؤال العظيم هو السيرك السوفيتي. والسيرك السوفيتي وقتها كان قوي يعني وكان مشهور، فهم فرجوه على السيرك وهو انبهر برضه، وراح سأل اللي حواليه واحنا ليه ازاي ما عندناش سيرك زي ده؟ فهم يعني قالوا له يا ريس عندنا اتنين، عندنا سيركات كتير لكن في منهم اتنين، الحلو وعاكف. هو لا عندنا دي يعني عندنا يعني احنا يعني يبقى في سيرك قومي. قلتك عارف في الوقت ده كانت مرحلة هعبي شريط بصوتي. يعني في بداية الستينات الدولة المصرية قررت انه الدولة هي اللي هتعمل كل حاجة. اي حد بيعمل اي حاجة لا مش هيعملها، هو احنا اللي هنعمل كل حاجة، بقى صناعة بقى اي فن وسينما اغاني بص الدولة هي اللي هتعمل كل حاجة. فبالتالي طالما ما عندناش كدولة سيرك يبقى ما عندناش في مصر سيرك، رغم انه السيرك كان قايم بدوره وشويتين. فخلاص ده امر الزعيم، امر الرئيس، فلازم يحصل وقتي. وفورا بدأوا على طول في اجراءات تأسيس السيرك القومي. طبعا استعانوا بعائلة عاكف وبعائلة الحلو، لكن برضو جابوا خبير سوفيتي، ما هوش كان في الاتحاد السوفيتي، فجابوا خبير سوفيتي اسمه بيتر مايسترونكوف. اتمنى اكون نطقت اسمه صح، انت عارف الاسماء السوفيتية دي صعبة. المهم يعني جابوه وخصصوا له قصر عابدين الملكي، وجابوا له الناس اللي يتدربوا على ايديه، وتيك تيك تيك تيك. وتأسس بالفعل السيرك القومي بداية من 10 أبريل 62، لكن الافتتاح الرسمي اتأخر بعدها بشويتين. وبقى السيرك جزء من الدولة المصرية، جزء من البيروقراطية المصرية، جزء من مدام عفاف اللي في الرابع. لانه تقديري يعني هو ده اللي قتل حاجات كتير، هو ده اللي عمل التجريف. سيبك من الاراء السياسيه او الى اخره، ده موضوع على جنب، لكن هو ده بالظبط التجريف. لانه تخيل حضرتك انه لاعبي السيرك اللي بيعملوا الحاجات دي اللي هي اصلا فكره السيرك قائمه على الميزات الفرديه، الامكانيات الفرديه الغريبه الفريده جدا، هيبقى بقى ده موظف على الدرجه السادسه، وده موظف على الدرجه الخامسه، وده عشان يغيب لازم ياخد اجازه عارضه، وده مستني رصيده من الاجازات الاعتياديه وغيرها من الامور. اما فيما يخص الاسود فانه الخبير الاجنبي او الخبراء الاجنبيين بشكل عام ما كانش ليهم تاثير، لانه فضلت عيله الحلو هي اللي بتقوم بهذه الاعمال. خصوصا انه يعني مسيره عيله الحلو او سيرك الحلو في التعامل مع هذه الحيوانات لم يشهد عبر تاريخها اللي كان امتد مثلا 50 سنه وقتها انه حصلت اي حاجه من اي نوع. يعني يمكن السجل كله ما فيهوش غير مره كان في عرض في البحيره، في محافظه البحيره، ومش مش في العرض، يعني مش نتيجه العرض او التعامل مع الاسود، ولكن في عامل بوفيه دخل اوضه بالغلط او دخل حته بالغلط كان ممنوع فيها انه حد يدخلها، فالاسد يعني هب فيه، فتدخل ضابط كان اسمه الشعبيني وخلص الموضوع. لكن باستثناء هذه الحادثه اللي هي ما تعتبرش حادثه في تاريخ السيرك، ما حصلش اي حاجه من اي نوع. بدايه من تحول السيرك الى السيرك القومي هيبدا يبان تاثير ده مع توالي السنين على العروض. يوسف إدريس، دكتور يوسف إدريس الكاتب العظيم الرائع الهاي، يعني يوسف إدريس يعني
كتب عن الموضوع ده اللي انا هحكي لك عنه في قصة اسمها انا سلطان قانون الوجود. قصة بديعة، يعني هو يوسف إدريس بشكل عام عظيم، لكن القصة دي بالذات كانت بديعة جدا، لانه يوسف إدريس حضر مش العرض اللي فيه الحادثة قبلها بيوم، وكتب عن الأجواء وإزاي إنه السيرك فقد طبيعته تماما نتيجة تحوله إلى حاجة بيروقراطية مترهلة، وإنه هو لما حضر العرض ده كان خروجه، كان المفروض يعني إنها خروجه مع الأصدقاء، لا مش الأصدقاء يعني مع صديق، لا بص هو صديقة، كان خارج مع صديقة يعني، و احنا عارفين يوسف إدريس بغض النظر عن انه كاتب هايل فهو طبيب، هو بيقول انه قال لهذه الصديقة انه مؤكد هتحصل كارثة قريب في هذا السيرك نتيجة الحاجات اللي ذكرها، للأسف يعني ربما لا يتسع المجال لتقديم التحليل النفسي، بس أنا مدعوك لقراءته، التحليل النفسي والاجتماعي اللي عمله يوسف إدريس وحلل فيه الظاهرة. المهم انه في اليوم المشؤوم اللي كان موافق 3 رمضان سنتها، محمد الحلو بيعمل عروضه عادي جدا، وهنا حابب انوه انه ناس كتيرة تقول لك كان في اسد اسمه جبار اكل الحلو في لا مفيش الكلام ده. اولا مش جبار البطل الحادثة خالص، هم بس اتلخبطوا لانه يوسف إدريس في القصة بتاعت انا سلطان قانون الوجود اتكلم عن علاقة الحلو بالاسد جبار. الاسد جبار هو الاسود كل واحد له اسم، الاسد جبار ما كانش له علاقة بالموضوع، هو الاسد اسمه سلطان، عشان كده يوسف إدريس سماها انا سلطان قانون الوجود. الحلو بعد ما عمل العرض بتاعه مع 6 أسود وهو خلص العرض تماما والدنيا خلصت تماما، فاتدور الحلو علشان ياخد السكسين من الجمهور، فسلطان ما اكلوش طبعا ولا حاجه، مفيش حاجه اسمها كده، هو سلطان هب فيه، يعني عارف انت زي ما تكون مع صاحبك وبعدين تتعصبوا على بعض، يعني تتنرفزوا على بعض، نرفزه يعني مش ما لا اكلوا ولا عضوا ولا، بس هو نرفزه كده، لكن في الاخر يعني نرفزه اسد. الحلو قام عادي جدا بعد القصة دي، بعد ما هب فيه الأسد سلطان قام عادي، كما إنه الحلو محمد الحلو ده هو أحد محمد الحلو الكتير في سيرك الحلو، يعني هو في محمد الحلو الكبير وهو محمد الحلو التاني، ومحمد الحلو اللي أنا بكلمك عنه ده ليه ابن اسمه محمد الحلو برضه وهو مدرب أسود برضه، فمحمد الحلو الابن تدخل وخرج الأسود، لدرجة انه كتير من الناس الحاضرين العرض اساسا ما خدوش بالهم انه في حاجة، لانه المدرب اللي اتنرفز عليه الاسد قام وقال مفيش حاجة انا ماشي على رجليا مفيش مشكلة، ولكن يعني برضه الامور فيها امور اكيد، واكيد هو اصيب بحاجات فلازم يروح المستشفى. طيب هيروح مستشفى ايه؟ روح مستشفى الانجلو. ليه مستشفى الانجلو؟ علشان مستشفى الانجلو متعاقدة مع شركة الشرق للتأمين. طيب ايه علاقة الشرق للتأمين؟ يعني الشرق للتأمين هي اللي مأمنة على السيرك، فشركة التأمين بتدفع للمستشفى عشان لما تحصل حاجة زي كده او غيرها، فشركة التأمين علشان لو حصلت حاجة زي كده بتدفع للمستشفى 100 جنيه كان العقد وقتها، وتبقى المستشفى جاهزة لاستقبال الحالات. فراحوا مستشفى الأنجلو، ولكن السيرك ما دفعش، ما كانش دافع، لأنه طبعا بعد ما بقى السيرك القومي والأمور دخلت في أوراق وفي اعتمادات والى آخره، حتى الأولويات بقت مختلفة، حتى العروض بقت مختلفة. كان وقتها الهم الأكبر وربما الوحيد للمسؤولين عن السيرك، وكان المدير ساعتها اسمه شفشة، عبد الفتاح شفشة، إنه الهم الأول وربما الوحيد الخبراء الأجانب اللي بيجوا علشان يشوفوا حاجة تعجبهم علشان يتعاقدوا عليها في عروض بره، لأنه العروض اللي بره هي اللي هتجيب الفلوس اللي الدولة منتظراها من السيرك. فبقى في إهمال لجوانب كتيرة، وبقى في كمان تقصير كبير في دفع التزامات السيرك اللي كان من ضمنها فلوس
التأمين، فبالتالي السيرك ما بيدفعش للتأمين، التأمين ما بيدفعش للمستشفى. فلما راحوا المستشفى قالت لهم سوري، مفيش الكلام ده، احنا مش هنعالج هذه الحالة. ولكن لانه كان يعني حادثة رأي عام شوية وامام الجماهير وما بتاع والجرايد كتبت والى اخره، فبدأوا يعملوا تدخلات. وعبد الفتاح شفشة اتصل بحليم جريس اللي هو مدير المستشفى وجابوه، تعالى يهديك يرضيك ابدا قبل ما تدفعوا ال100 جنيه ما تكرك. الحكايه دي خدت لها شويه وقت، ثم جاء الدكتور حليم جريس وقال طيب ماشي انا ممكن اتدخل، ولكن بس على قد انقاذ الحاله، وانا مش هقدر اعمل علاج كامل للموضوع قبل ما ال100 جنيه تدخل الخزينة بتاعة المستشفى. ما كانش في بند يسمح في السيرك، وما كانش في ورق، وما كانش في مدام عفاف. المهم ايه، قعدوا يعملوا حاجات ويخلصوا اعتمادات كانت مخصصة مش عارف لعرض رايح بلغاريا فين، ويخلصوا ايه وبتاع ايه ولا كده، واستقروا في النهاية الحمد لله ان هم جابوا ال100 جنيه راحوا دفعوها في المستشفى. فبدأ العلاج. محمد الحلو لما راح المستشفى كان واعي جدا، وكان يعني حتى الجرايد عملت معاه انترفيوهات وهو سألهم على الأسد، فهم قالوا له انه الأسد مضرب عن الطعام، وده حصل بالفعل. الأسد بعد الحادثة رفض تماما ياكل بعدها لانه زعل. ولكن الاسود الاخرى ما ولا واحد منهم خد باله من اللي حصل، ولا عرفوا اساسا، ولا عرفوا مدربهم وصديقهم فين. فقال طيب تمام، ولكن ولو انا لما هخرج واخف هديله علقه عشان يتربى، هيدي سلطان الاسد علقه عشان يتربى. ولكن ما خرجش وما خفش، لانه الوقت اللي اتاخروا فيه علاج الحاله وما تقتضيه ادى الى انه بعد فتره بسيطه يتوكل على الله. فما اعرفش ليه استقر في اذهان المصريين بعدها انه الحلو اكلوا الاسد، مع انه زي ما حضرتك شايف الاسد مش هو الموضوع خالص. ما علينا، 10 أيام فقط، 10 أيام بس، ورجع السيرك تاني، ومحمد الحلو الابن وقف تاني عادي كأنه مفيش حاجة حصلت. وبعد أشهر قليلة، وأنا نسيت أقول لك حاجة، إنه كاميليا مرات محمد الحلو وقتها كانت حامل، فخلفت الولد ال12 لمحمد الحلو اللي طلعوا بعد كده يكملوا مسيرة عيلة الحلو حتى الآن.